في آخر المدينة بين شوارع مهجورة وبيوت مهملة كان في فندق قديم الكل نسيه، أو يمكن حب ينساه. الفندق ده كان ليه سمعة مش أي حد يتجرأ يتكلم عنها. كانوا بيحكوا عن الغرفة رقم 6. محدش كان بيدخلها، ومفيش عامل في الفندق كان بيقرب منها. كان الباب مقفول دايما، ومفتاحه مرمي فدرج مهمل، وناس كتير كانت بتقول إنه مفتاح ملعون. في يوم في ليلة باردة ورياحها بتصفر بين الحيطان، ظهر غريب، شاب صغير، شنطة على ظهره وعينين مش بتخاف من حاجة. دخل الفندق من غير ما يتكلم كتير، طلب غرفة، وطلب بالتحديد الغرفة رقم 6. الراجل العجوز اللي على الاستقبال حاول يحذره، حاول يفهمه إن الغرفة دي مش للناس، لكن الغريب ابتسم بس ومد إيده ياخد المفتاح. وهو طالع السلم خطواته كانت بطيئة، كأن الهوا بيتقل حركته. النور في الطرق كان بيطفي وينور، والأصوات حوالين الفندق كانت غريبة، خبطات، همسات، كأن الجدران نفسها بتتنفس. وصل للباب رقم 6، باب خشب قديم مشقوق، والمسكة بتاعته باردة كأنها حديدة منسية من سنين. مد إيده ولمس المسكة لحظة بس كانت كفاية يحس بشحنة كهرباء خفيفة عدت في جسمه كله. فتح الباب، ريحة ثقيلة ضربت وشه، ريحة تراب متخزن، عفن وزمن راكد. الغرفة كانت غرقانة في ضلمة شبه كاملة، بس كان في خيط نور بسيط جاي من شباك مكسور كاشف عن كرسي هزاز في نص الأوضة. الكرسي بيتحرك لوحده. الغريب قرب، كل خطوة كانت تقيلة أكتر من اللي قبلها. قلبه ابتدى يدق بسرعة مش طبيعية، وكأنه بيحذره، بيقول له ارجع، لكنه كمل. كل ما يقرب بالهوا حواليه كان بيبقى أتقل. أصوات أنين خفيف بدأت تطلع من الجدران، كأن الغرفة نفسها بتتنفس، بتئن. فجأة الكرسي وقف عن الهزاز، صمت تام. الغريب وقف قدام الكرسي، مد ايده ناحية الكرسي كأنه بيحاول يفهم اللي بيحصل. ولما قرب أكتر، حد قاعد، كانش بني آدم، كان ظل، كأن الضلمة لابسة شكل إنسان. ملامحه مش باينة، بس عينيه كانت حفر سودة بتبصله. الغريب اتجمد مكانه، حاول يرجع، لكن رجليه مش راضية تتحرك. الظل قام من الكرسي، رجله مش بتمس الأرض. قرب أكتر، وكل ما بيقرب الحيطان بتتقفل حواليه، السقف بيضغط عليه، والهواء بقى متلج. صرخة عالية قطعت الضلمة كلها. الغريب وقع على الأرض، بص حواليه، ملقاش الكرسي ولا الظل، لكن الباب كان بيقفل لوحده. حاول يجري، لكنه حس بإيد بتشد رجله، إيد باردة ميتة ماسكة فيه بقوة. في لحظة سحبه الظل جوه الضلمة وساب الغرفة في سكون تام. بعدها بلحظات نور الفندق كله قطع. الصبح العاملين لقوا باب الغرفة رقم 6 مفتوح، جواها ولا أثر للغريب ولا أي حاجة إلا كرسي هزاز بيتحرك لوحده. ومن يومها الكرسي ده ما بيفضاش، دايما في حد قاعد عليه مستني اللي جاي.